لو كدبت عشان كنت خايفة إنه يسيبني وهو ما كانش محسسني بالأمان، فكنت بكدب علشان خايفة منه، كده أنا غلطانة ولا هو؟ أنا معرفش هو كان بيعمل معاكي إيه علشان ما يحسسكيش بالأمان، إنما أيا كان اللي هو بيعمله لو في غلط يبقى أكيد هو في غلط، بس ده ما يبررش كدبك. الكدب أيا كان سببه فهو غلط، ودايما كل واحد بيبرر لنفسه الغلط. عمر ما حد هيقعد مع نفسه كده هو يقول أنا عايز أغلط علشان أغلط. دايما البني ادم بيضحك على نفسه وبيبرر لنفسه الغلط عشان يقدر يتعايش مع نفسه، والا هتحصل صراعات داخليه، والبني ادم يحصل له مشاكل نفسيه كبيره جدا لو هو ما عرفش يقنع نفسه بغلطه ويلاقي له مبرر. بس المشكله اكبر انه لما البني ادم بيخدع نفسه علشان يعرف يتعايش مع اخطائه بيتمادى في اخطائه، وبالتالي المشكله مش في الغلط في حد ذاته، انما في توابع لكل غلط، وتوابع الغلط دي الانسان بيدفع ثمنها بغض النظر عن السبب او المبرر. فانت كدبك هتدفعي ثمنه، نجحتي مرة اتنين تلاتة 10 هتدفعي ثمن الكذب كله. وبالتالي لما تيجي تدفعي الثمن بقى ما تشتكيش، لان انت اخترت الطريق ده. فال... ف... ففي كل الاحوال دايما حطيها في حلقة في ودنك كده اهو: الجوع ما يبررش السرقة. الكذب مش عشان بالنسبة لك ليه سبب منطقي ان هو يبقى بالنسبة لك كده مش غلط، لا غلط، وهتتحملي مسؤولية اخطائك. فلو سمحتي، لو انت عايزة تعيشي في الدنيا انت فخورة بنفسك، انت شايفة ان انت يعني حابة تصرفاتك، خليها تبقى نابعة منك. ما تحطيش لنفسك اعذار، ما تحطيش لنفسك مبررات، لان في الاخر انت هتدفعي ثمن كل الاخطاء بغض النظر بقى المبرر دوت منطقي او مش منطقي، حقك او مش حقك. اديكي مثال حتى يوضح لك انا عايز اقول لك ايه. تخيلي كده واحد ماشي على طريق سرعة الطريق ده 120، وهو شايف ان الطريق مكسر والطريق فيه مشاكل، وراح ماشي على 120 وجات العربية اتقلبت وعمل حادثة واتبهدل. هيجي يقول انا اتبهدلت بس كان علشان الطريق انا المفروض سرعتي وحقي ان هو يمشي على 120 والطريق انتوا اللي غلطانين. ما انت مسؤول عن نفسك، ما انت شايف الطريق مبهدل. فلو انت العلاقة ما كانت مش مناسبة من الاول ما تكمليش فيها، لان الكذب هينهيها، فما عملتيش حاجة.